العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. السفير يوهانس تخلا ميكائيل يلتقي وزير خارجية جنوب السودان. تطور عمل مركز علم الحشرات في إقليم عنسبة. ساوا تسهم لبناء القدرات البشرية. أكثر من 50 قتيلا في هجمات شنها مسلحون بقرى في الكونغو الديمقراطية. دبلوماسي صيني كبير يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في روما. قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية في مكسيك. التقى سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلا ميكائيل في 10 من مارس بوزير خارجية جنوب السودان السيد مايك آيو دينغ، وبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وأوضح السفير يوهانس بأن إريتريا تؤمن باستطاعة شعب جنوب السودان حال مشاكله بنفسه، مؤكدا دعم شعب وحكومة إريتريا لتنفيذ اتفاق السلام. وبحث الجانبان القضايا الاقتصادية التي تعود بمصلحة شعبي البلدين، بالإضافة إلى حقوق وواجبات الإريتريين المقيمين في جنوب السودان وخاصة المستثمرين الإريتريين. وامتدح وزير خارجية جنوب السودان السيد مايك آيو دينغ كل جوانب الدعم من حكومة وشعب إريتريا لبلاده. وكان السفير يوهانس قد التقى مسبقا بنائب وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو دينغ. أفاد مصنع النظارات الطبية التابع لجمعية معاق الحرب الكائن في أسمرة أنه ينتج نظارات جيدة بأسعار مناسبة. وأوضح متلقو خدمات المصنع حصولهم على نظارات طبية جديدة أو جيدة مقررة لهم من طبيب العيون. وذكر مسؤول المصنع السيد تسفاي جبرئيوسوس أن المصنع الذي بدأ نشاطه عام 2009 بقدرات محدودة تطور حاليا بإدخال المعدات الحديثة وتقديم خدماته للمعاقين وجميع المواطنين بوصفات طبية. وقال الفني منير عبد الوهاب إن المصنع أقيم لحصول المعاقين على الخدمات عن قرب، وينتج نظارات جيدة بالدعم المقدم من فروع جمعية معاق الحرب في أوروبا وإدخال المعدات الحديثة المتطورة. أفاد خبير علم الحشرات في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد منصور يونس أن مركز أبحاث الحشرات في علبرعد يقوم بمهام إيجابية للسيطرة على الأمراض المنقولة من البعوض. وقال إن المركز قام بدور كبير في جهود خفض الملاريا في السنوات 20 الماضية، ويعمل منذ عام 2020 للسيطرة على الأمراض الأخرى التي تنقلها البعوض من الكرفس والضنك. وذكر بأن الملاريا وصلت إلى مستوى الاستئصال في إقليم عنسبة، مشيرا إلى قيام مركز علم الحشرات بدراسة طبيعة البعوض وكيفية نقلها للأمراض ومقاومتها للأدوية. وأوضح أن المركز يقوم بتبادل التجارب مع المراكز المماثلة المتواجدة في الإقليمين الجنوبي والغاشبركة. وأعرب عمال المركز عن ارتياحهم لمشاهدتهم نتائج عملهم على الأرض. ويضم مركز علم الحشرات في إقليم عنسبة خبراء علم الحشرات والصحة العامة. أفاد مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية قندع السيد دانييل نجاح نمو 70% من 44 ألف شتلة أشجار غرست بالنفير الشعبي في مناطق ميحبر والعيتان ونفاسيت. وقال إن شتول الأشجار قرصت في وقت ملائم لنموها، ولكن لأسباب غير معروفة فإن الشتول التي قرصت في محبر لم تنمو بالمستوى المأمول، وسيقوم خبراء الزراعة بدراسات لمعرفة السبب. وأشار إلى نمو 80% من الأشجار التي قرصت في مواسم الأمطار الشتوية
عام 2021-2022 في مناطق إمباتكالا ودونغولو ودبر حليب وموقع نغاريت وحملمال وقحايات، وعلى جانبي طريق وسط مدينة قنداع على مساحة حوالي 27 هكتار. وذكر سكان قيامهم بالمتابعة لرعاية لازمة ونمو جيد للأشجار. ذكر طلاب المدارس الفنية والمهنية والشباب القادمون من المهجر لأداء الخدمة الوطنية الذين تلقوا التدريب العسكري في الدفعة 34 للخدمة الوطنية لمدة 6 أشهر وتخرجوا يوم الأحد 13 من مارس أن ساوى إلى جانب مساهمتها في التنمية والدفاع عن الوطن لها دور كبير أيضا لبناء الإنسان. وقالت الشابة ميلكا ميكائيل دبساي القادمة من كندا إن ساوى ساعدتها للتعرف على التعدد والتنوع الثقافي للشعب الإريتري وتطوير الاعتماد على الذات والتعرف ومعرفة قدراتها وهويتها، وأنها وجدتها مركز الوطنية والانضباط والصمود والحب والتعاون. وأوضح الشاب ميكائيل يوهانس القادم من كندا أهمية قدوم شباب المهجر لأداء الواجب الوطني في ساوى، باعتبار أننا نجد كل ما يتعلق بإريتريا في ساوى، وقد وجد خلال فترة ال6 أشهر التي قضاها في ساوى فرصة التعرف على ثقافة وتاريخ وطنه، كما تساهم ساوى في التعاون والتضامن والتحمل. من جانبهما ذكرت الطالبة مركب تولدي من المدرسة التجارية في أسمرة والطالبة هانا أبراهام من مدرسة حقات الزراعية والفنية اللتين تركتا كل منهما طفلين مع أسرتهما وتوجهتا إلى ساوى بمحض إرادتهن. ذكرتا عن فخرهن كمواطنات المرور بساوى وشكرتا للدعم الذي وجدته من الأسر والزوجين ومركز تدريب الخدمة الوطنية والاتحاد الوطني للمرأة. وعربت السيدة هدأت ولديوسوس القادمة من كندا عن سعادتها لمشاهدتها حفل التخرج، داعية الأسر الإريترية المقيمة في المهجر لتشجيع أبنائها من أجل المشاركة في برنامج الخدمة الوطنية للتعرف بثقافة وتاريخ وطنهم وهويتهم. وتخرج طلاب 7 مدارس فنية من حقات ودقمحرة ومحبر وأسمرة حاصلين على الشهادة من مدارسهم يوم 13 من مارس بعد تلقي التدريب العسكري والسياسي ل6 أشهر. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر دعما عينيا للمرأة في مدينة عصب لمساعدتها في العمل وتحسين حياتها المعيشية. وأوضح مسؤول المكتب في مراسم تسليم الدعم في 11 من مارس أن الدعم يأتي في إطار المساعدات المالية والعينية المقدمة للمحتاجين، وقدم أدوات العمل لتصفيف الشعر للمرأة الراعية التي تدربت لمدة 3 أشهر بهدف بدء العمل. من جانبها أوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد حمد علي التركيز في السنوات الماضية لدعم المرأة الراعية للأسرة، داعيا المرأة متلقية الدعم للاستفادة منه جيدا. وأكدت مسؤول الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم ومسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم السيد عثمان عبد القادر مواصلة دعم وتطوير قدرات المرأة. وذكر في المناسبة تقديم الدعم المماثل للمرأة المحتاجة التي تتلقى تدريب في الخياطة. قيم مكتب التعليم في مديرية شامبوكو العملية التعليمية، وأوضح مسؤول المكتب في المديرية الأستاذ محاري تشومي أن عدم اهتمام الطلاب وضعف متابعة أولياء الأمور ونقص المعلمين من المصاعب الواضحة. وذكر مدراء المدارس أن رفع كفاءة الطلاب وتخفيف نواقص المدارس ليست مسؤولية جهات بعينها، ويجب على كافة قطاعات المجتمع المساهمة فيها، مناديا الاهتمام بالمدارس التي تقدم التعليم في الأكواخ. وأشاد مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة السيد محمد علي إبراهيم
بدور الشعب لسد نواقص المدارس. سيشارك منتخب إريتريا للدراجات في بطولة أفريقيا للدراجات التي تستضيفها مصر من 22 وحتى 27 من مارس. وأوضح مسؤول العلاقات العامة في اتحاد الدراجات السيد جبريت تنسائي دامر أن إريتريا تشارك في البطولة بالجنسين للكبار وتحت 23 سنة والشباب. من جانبه أوضح مدرب منتخب الدراجات سامسون سلمون أن التدريب جاري لمدة أسبوعين وضعا في الاعتبار لتضاريس موقع السباق، وقد تم منح المتسابقين المحليين الفرصة الأكبر. وقال مدرب منتخب السيدات السيد يوناس زكرياس: بالرغم من عدم خبرة المتسابقات الإريتريات في المنافسات العالمية فأنهن يقومن بجهود كبيرة لتحقيق الانتصار. وذكر مدرب الشباب السيد يوسف تخلاي وجود إمكانية كبيرة لفوز إريتريا بالميدالية في هذا السباق. وستشارك إريتريا في البطولة الأفريقية لسباق الدراجات في شرم الشيخ المصرية في سباقي ضد الساعة على مستوى المنتخب والزمن الفردي والسباق الجماعي التبادلي وسباق الطرقات. وسيتوجه منتخب إريتريا للدراجات الذي حقق انتصارات باهرة في السنوات الماضية في البطولات الأفريقية سيتوجه إلى مصر في 20 من مارس ب30 متسابق. فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء يبقوا معنا. قتل نحو 50 مدنيا في هجمات شنها مسلحو تحالف القوى الديمقراطية ضد قرى عدة في منطقة أيتوري المضطربة شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونقلت وكالة فرانس بريس أن متمردين أوغنديين في التحالف هاجموا 6 قرى وقتلوا 52 شخصا في منطقة إيرومو، وأشار إلى أن الحصيلة غير نهائية. كذلك نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري في المنطقة لم يكشف هويته أن مسلحي التحالف قتلوا مزيدا من الأشخاص. وفي نهاية الأسبوع قتل نحو 30 شخصا في منطقة شمال كيفو في هجمات يشتبه بأن مسلحي التحالف نفذوها. وتشهد منطقة أيتوري وشمال كيفو المحاصرتان منذ مايو أعمال عنف تمارسها جماعات مسلحة عدة من بينها تحالف القوى الديمقراطية. في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. السفير يوهانس تخلا ميكائيل يلتقي وزير خارجية جنوب السودان. تطور عمل مركز علم الحشرات في إقليم عنسبة. ساوا تسهم لبناء القدرات البشرية. أكثر من 50 قتيلا في هجمات شنها مسلحون بقرى في الكونغو الديمقراطية. دبلوماسي صيني كبير يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في روما. قتيلا و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.